بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، مساء الفل، مساء الورد على كل مستمعي نغم اف ام. حلقه جديده من حلقات شارع الفن، ومعاكم أميرة نور. بنتقابل كل يوم من الساعه 6:30 ولحد الساعه 8، ساعه ونص فنيه جدا. وزي ما تعودنا بقى عندنا كل اسبوع فقره صحافه فنيه. النهارده ضيفتنا في شارع الفن هي الصحفيه والاعلاميه رباب ابراهيم. هنعرف معاها النهارده اهم الكواليس الفنيه واخر الاخبار الفنانيه. حلوه الفنانيه دي. مساء الفل يا رباب. مساء النور يا أميرة. ازيك؟ سعيدة بيكي جدا وبتبسط كل مرة بشوفك فيها. اهلا بيكي. انا اكتر طبعا، يعني يمكن رباب احنا اصدقاء على المستوى الشخصي، ومع ذلك بقى لنا سنه ونص مثلا ما تقابلناش. ينفع كده؟ ما ينفعش كده. لا بس بسمع صوتك، يعني أيوة. انت من المذيعات اللي بحب اسمع صوتك. ربنا يخليك يا رباب. النهارده بقى هنهريكي اسئله. عندنا انا وجمهور شارع الفن وكل اللي بيسمعوا نغم اف ام، عندنا اسئله كتير جدا عن الفنانين اللي بنحبهم. عايزين نعرف حاجات كتير. ويمكن الجميل ان انت مش مجرد صحفيه فنيه فقط، انت كمان بتربطك صداقه جميله بناس كتير في الوسط الفني، معظمهم يعني فهتفتني عليهم النهارده كتير على فكره. ما تقلقيش، مش هوديهم في داهيه قوي يعني. طيب نبدأ منين؟ نقول الأول لكل طبعا اللي بيسمعونا، احنا رقم الرسائل 1053 والتليفون 3835316، ونقدر كمان نتواصل من خلال صفحة نغم اف ام بالعربي أو بالإنجلش. كل الأسئلة اللي حابين تسألوها للصحفية رباب إبراهيم، أسئلة فنية طبعا، هي هتجاوب على كل الأسئلة. نبدأ بالفنان خالد الصاوي، وانا عارفه ان انت رايحه له بعد الحلقه على طول. ده حقيقي. عايزين نعرف بقى بيعمل ايه اليومين دول. بصي، هو عامل برنامج هيتعرض قريب على الام بي سي. برنامج خالد الصاوي هيقدم برنامج لاول مره مذيع. حلو. برنامج اسمه كلمه حق، والنهارده اول يوم ليه تصوير في المسلسل بتاعه. هيتعرض في رمضان. بما انه احنا في المدينه، هو بيصور النهارده في مدينه الانتاج. ايوه. الكاميرا بتاعته اول تصوير للساعه 8. اول تصوير اول حاجه 8. هو موجود من الساعه 5 بس هيبدا تصويره 8. مسلسل في شهر رمضان. يعني هو الفتره دي هيصور البرنامج وفي نفس الوقت المسلسل. طب البرنامج فيه اي معلومات عنه؟ بصي، هو اسمه كلمه حق. تفاصيل فيه بقى هو لسه ما اعلنش عنها هي ايه، فاهمه؟ طب عايزه اخليها مفاجاه، يطلع بيها مفاجاه. برنامج طيب لرمضان ولا القناه؟ هو هيتعرض على الام بي سي. على الام بي سي بس. اوكي. بالتوفيق طبعا الفنان الكبير خالد الصاوي. اعتقد ان هنشوف برنامج رائع متميز زي ما عودنا في ادواره اللي بيختارها بمنتهى الدقه والعنايه، وكل مره بيفاجئنا. يمكن كان اخر اعماله فيلم الفيل الازرق. ده حاجه فظيع. هو ممثل هايل. كان رائع يعني. كل الادوار ما اعرفش هو بيعملها ازاي. بيلبس الدور. واحد تاني. انا فعلا في الفيل الازرق ما بقتش مصدقه ان ده خالد الصاوي، بالتاتو كمان اللي عامله، عارفه مناسب للشخصيه. بصي، ما هو ده الممثل اللي بيعرف يشتغل على شخصيه ويعرف. بصي، الدور ممكن يجيلي بس كل واحد هيعمله ازاي. ممكن انت تاخدي الدور تقعي بيه، ممكن حد تاني يجي ياخده يعرف يطلع. صحيح. يحلل كل شخصيه ازاي. صحيح. فهو هو فنان موهوب بشكل. تحيه الفنان خالد الصاوي. ده كان اول اخبارنا. اول اغانينا هتكون لعمرو دياب، واختارتها رباب لان رباب من الناس اللي بتعشق ديابيه قدام جدا. ديابيه. ايوه طبعا. يلا انا منتظره اسئلتكم على 1053 والتليفون 3835316. كل الاسئله الفنيه والكواليس الفنيه هنعرفها النهارده من الصحفيه والاعلاميه رباب ابراهيم. معاكم على الهواء اميره نور في شارع الفن على نغم اف ام. شارع الفن على نغم اف ام 105.3 هو ده الراديو. ضيفتنا هي الصحفيه والاعلاميه رباب ابراهيم. النهارده بنعرف منها اخر الاخبار الفنيه والكواليس الفنيه. ويمكن رباب كمان محضره لنا النهارده تفاصيل عن نيلي كريم وعن حوريه فرغلي. فنبدا بنيلي كريم يا رباب. نيلي هي اليومين دول عامله قلق كتير على الفيسبوك، مصوره صور هي وجوزها دكتور هاني ابو النجا. ده جوزها؟ جوزها. انا افتكرته موديل شكله امور. لا لا قلت ده مسلسل جديد برنامج. نيلي وكوره ما اعتقدش انها حتى هتطلع مع موديل هتعمل ده. هي وكوره جدا. انا طبعا عاجبني. طبعا هي طالعه شكلها باليرينا وبتاع. كل الناس عماله شايفاها من الاخر كده مزه. يعني ده اكتر تعليقات طالعه عليها على الفيسبوك. طالعه اليجنت فعلا. شيك والستايل اللبس بتاعها اللوك بتاعها شكله حلو جدا. عندها مسلسل في رمضان بتصوره الايام دي اسمه تحت السيطره. فلسه بقى ربنا معاها هتبقى مختفيه شويه لغايه رمضان. تحت السيطره. نيلي كريم الحقيقه يعني كل رمضان بتفاجئنا بمسلسل اجمل من اللي قبله. السنه اللي فاتت قعدت الناس كلها في سجن الناس يعني في البيوت قدامها في الشخصيه، ويعني الموضوع بيبقى وبعدين ادوار صعبه. لا وانا كنت يا ترى هتسيطر. عايزه اقول لك في سجن الناس انا كنت بتفرج على الحلقه واكلمها. طبعا انا كنت بعيط عادي زي كل الناس.
نيلي متوتره وقلقانه وخايفه تتفرج، بتقول لي ايه ده، هو ايه اللي هيحصل وبتاع، بجد عندها توتر زيها زي كل الناس فعلا، ومخضوضه من رد فعل الناس وبتخاف من الجمهور بجد يعني حد محترم جدا يعني، تستاهل كل خير. احنا بنبارك لها مقدما على المسلسل ان شاء الله، ونشوف مسلسل رائع متميز زي ما عودتنا نيلي كريم، والفوتو سيشن فعلا كان حلو جدا، كان حلو قوي. حورية فرغلي بقى احسن ممثله السنه دي عن فيلم ديكور. هي عملت مجهود وتستحق جدا تطلع احسن ممثله. هي شاطره جدا. الفيلم ده انا كنت بروح لها التصوير بشوفها بتتعب بشكل مش طبيعي. فمعظم الاخبار اللي نازله معظم الصور دي اول جايزه لحوريه تبقى جايزه رسميه، اخذت جوائز كتير. دي جايزه منين؟ المركز الكاثوليكي. مركز الكاثوليكي قبل كده اخذت جوائز كتير بس دي اول جايزه رسميه. فدي ليها احساس خاص بالنسبه لها جدا يعني. وحاليا هي بتصور ساحره الجنوب 60 حلقه مع الام بي سي، هتخلص اواخر شهر 5. ساحرة الجنوب، انا الاسم كده محسسني انه ساحرة شريرة بجد. لا ما تقوليش، انا هتفرج عليه عشان بحب الحاجات الخياليه دي. بجد ساحرة شريرة جدا، مع انها اطيب حد خالص. طيبه يعني حوريه ممكن تبقى عامله لك كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا، المفروض انت اللي تروحي تقولي لها ميرسي. لا، حوريه تتعامل معاكي ان هي اللي بتشكرك ميرسي على ذوقك يعني. بس دايما بتختار ادوار بعيده تماما عن شخصيتها، انا بلاحظ كده. بصي يعني يمكن حوريه فرغلي بدات بالدور الشعبي، ومعروف عنها الادوار الشعبيه بشكل كبير، وفي نفس الوقت الناس بيقولوا انها واحده ستايل جدا وانها ما بتسمعيهوش وهي بتتكلم. امال ايه اللي بيحصل؟ حد من الناس هي بتقف قدام الكاميرا بتتحول. دي شطارة الممثل. برافو عليها. بس هي يعني فظيعة، أنا بموت فيها. هنشوف إن شاء الله المسلسل ده يكون 60 حلقة، يكون مسلسل جميل. الساحرة الشريرة أنا من الناس اللي هتابعه لأن بحب الحاجات الخيالي يعني. لا هو هيجي 30 حلقة في رمضان، وال30 التانيين هيكملوهم بعد رمضان. تمام. لسه بنكمل حلقتنا مع الإعلامية والصحفية رباب إبراهيم. لكل اللي عنده سؤال عن فنان معين يبعت لنا السؤال على 1053 أو على صفحة البرنامج شارع الفن مع أميرة نور بالعربي، أو صفحة نغم أف أم بالعربي أو بفرانكو عرب، الطريقة اللي تعجبكم. المهم إن أنتوا ممكن تسألوا ورباب هتجاوب. معاكم على الهواء أميرة نور، وعامل عملة ده إيهاب توفيق، ورباب اللي اختارت الأغنية دي. بتهديها لمين يا رباب؟ مين عامل عملة؟ كل الرجاله عامله اعمال سودة يعني. ما تجيبليش سيره الرجاله لحد قوي. لا وبعدين لا، واي حد في الحياه يعني الناس برضه في صوب الرجاله دايما اللي دايما بيعملوا عمله يعني. ماشي، واحنا بنفوت بمزاجنا. اوكي يلا نسمع ايهاب توفيق عامل عمله، والراجل اللي مغني الاغنيه هو عارف. طبعا هو عارف. مكملين شارع الفن على نغم اف ام 105.3، هو ده الراديو. ضيفتنا هي الصحفيه والاعلاميه رباب ابراهيم. ازيك يا اميره؟ طول عمرك حد كويس. انا احمد هلال، فاكراني؟ والله يا احمد يعني بعد الكلام الجميل ده لازم اكون فاكراك، بس انا اسفه فكرني. في كمان اميره والله مش فاهمه الرساله، رقم اخره 97 انت فاهماها؟ بلاش تكويش، مش فاهمه. احمد اليمني، بحبك يا ميرو، وبحب امسي على ضيفتك وعلى رباب مراتي وابني فتحي، يعني مراته اسمها رباب برضه. تمام. في كمان رساله بتسال اين محمد محي، رقم اخره 08. حاضر هنقول لك. رباب من الصحفيات المحترمات الموضوعيات البعيدات عن المهاترات، ده القصه دياب صديق البرنامج. شكرا على ذوقك. طيب، عز من توأم زينة لعدم كفاية الأدلة، ده رقم آخره 65. واضح إنه بيسأل عن قضية أحمد عز وزينة. حاضر هنجاوبك. ازيك يا أميرة؟ كنا عايزين نعرف ماذا حدث في قضية عز وزينة بعد تنحي مرتضى منصور عن القضية، وما هي حقيقة تقرير نيابة محكمة الأسرة ببراءة أحمد عز من توأم زينة لعدم كفاية الأدلة. حاضر هنجاوب على كل الأسئلة. كمان عندنا على صفحة نغم أف أم، طبعا أنا برحب بأصدقائنا اللي موجودين واللي بعتين لنا رسائل، وكمان على صفحة شارع الفن. هنرجع للصحفية رباب إبراهيم ونتكلم معاها بما أننا سمعنا إيهاب توفيق. عايزين نعرف آخر أخبار إيهاب توفيق. إيهاب توفيق كان عامل حفلة كويسة جدا، كان في الاحتفال اليوبيل الفضي بمجلة حريتي. كان الأسبوع اللي فات، وكان في تكريمات لنجوم عمرو سعد وخالد جلال وحمدي أحمد والفنانة أنوشكا وفنان عفاف شعيب. الحفلة بعد ما خلصوا التكريمات إيهاب توفيق هو اللي كان بيحيي الحفلة بيغنيها، وغنى برضو أغنية عامل عملة. غنيها برضو. لأن دي كانت بناء على طلب الصحفيين. أجمل ما في الحفلة أول مرة أركز في كلمات الأغنية دي. كلماتها حلوة قوي. لا عايزه اقول لك انها كان ليها صدى كويس جدا في الحفله. صحيح، هو ايهاب توفيق جميل. اجمل شيء في الحفله انا اكتشفت ده في اي حفله في الفترات الاخيره بنحضرها، خصوصا الجيل بتاعنا، المطرب لما بيطلع يغني الاغاني بتاعت التسعينات بتنجح جدا، بتلاقي صدى جامد جدا، لان الجيل اللي بيروح له
هو ده اللي بادي معاه من الاول ومكمل معاه فبيبقوا حافظينها. فحظ ايهاب كان في الحفله دي معظم الصحفيين اللي موجودين يعني جيلهم كان حضر الاغاني دي في التسعينات. اوكي. وكان لطيف منه انه كان عنده حفله في امريكا وقعد بدلوا معاه مواعيد حفله حريتي عشان يظبطوا معاه ينسقوا معاه انه يكون معاهم، وعمل حفله جميلة. مبروك ايهاب توفيق، ونتمنى دايما نشوفك في حفلات اكتر واكتر. بس وكانت حفله مجله حريتي عايزه يعني كان في زميلتنا الصحفيه ولاء عمران ومحمد طيب كانوا عاملين حفله يعني لازم اشكرهم عليهم، انها كانت حفله كويسه بشكل ما. تنظيم كان حلو. تنظيم حلو، وفي حاجات كده لما تروحي ترتاحي في المكان تتبسطي فيها. يعني دي من الحفلات اللي كده. وبما اننا اتكلمنا يعني عجبتني كلمه الزميله الصحفيه دي، لانه يمكن افتقدنا الزماله والاصول الجميله. في ناس في حياتي بحترمهم، يعني المفروض انا بشتغل في دعايه ما اشكرش ولاء، بس لا انا اشكرها لانها عملت حاجه حلوه لازم اعترف بيها. لما تلاقي حد في جزء منه من مهنتك او حاجتك عمل حاجه حلوه لازم تسقفي له تقولي انت كويس. احنا اتكلمنا عن تكريم حوريه فرغلي في المركز الكاثوليكي. بما انك حضرتي برضه عايزين نعرف مين تاني اتكرم. كان شكل التكريمات ايه؟ شكل الاحتفال كان ايه؟ بصي عايزه اقول لك ماجد الكدواني كان احسن ممثل. في عمرو سلامه، وبصي ما اخد مجموعه جوائز ما بين احسن تاليف واحسن اخراج، يعني فيلم لا مؤاخذه وفيلم ديكور، الفيلمين دول حصدوا جوائز كتير في المركز الكاثوليكي. كويس. انا بالنسبه للمركز الكاثوليكي ده الدوره ال 63 انا بحترم المكان ده، لان العظماء الفن اللي هم اللي اخذوا جوائز فيه فاتن حمامه، عادل امام، احمد زكي. فلما جت الفن الراقي المحترمين. فانا عشان كنت بحب حوريه جدا، لما خدت جايزه وقفت على المسرح ده كنت مبسوطه بيها. كويس. طيب احنا لسه مكملين، واللينك اللي جاي على طول هنقول لكم هنتكلم في حاجتين. هنتكلم في موضوع قضيه احمد عز وزينه، نشوف هي وصلت لحد فين، وكمان هنتكلم انا عجبني رباب لما قالت الزميل الصحفي. فطبعا كلنا عارفين او يمكن احنا كاعلاميين الحادث الاليم اللي حصل للاعلامي الصحفي محمد فاروق. فاللينك اللي جاي هنعرف ايه اللي حصل للصحفي محمد فاروق صاحب موقع وشوشه الاصلي بالتفصيل، بعد ما نسمع عينيك كدابين واختارتها برضو رباب. الاغاني دي واضح انك بتوجهيها لحد. لا عينيك كدابين وعامله انا احب امال ماهر، وبعدين انا عجباني قوي الاغاني اللي انت بتختاريها النهارده. اي اغنيه بتنفض الراجل انا بحبها. انا متحيزه لامال ماهر والاغاني سميره سعيد. دينا ولا الزغبي. اوكي تمام. عينيك كدابين مش هختار لك حاجه برضه دراما ماهر. في حته غرور هكسرها فيك. ماشي اوكي. ايه رايك؟ اللي جاي على طول يلا بينا. مكملين شارع الفن على نغم اف ام 105.3، وضيفتنا هي الصحفيه والاعلاميه رباب ابراهيم. بنتكلم معاها النهارده عن كواليس الوسط الفني، من اخبار لتفاصيل لمحاكم لقضايا لبلطجه، في حاجات كتيره الحقيقه، اخبار كتير معانا. اتسالنا كتير عن اخر اخبار قضيه احمد عز وزينه. رباب هتجاوب علينا تقول لنا وصلنا لحد فين يا رباب. بصي انا هجاوب لك على السؤال ده، بس انا ده اكتر موضوع ما بحبش اتكلم فيه. ما بتحبيش تتكلمي في الموضوع ده؟ ما بكرهه جدا لسبب، اوكي هو فنان حب فنه، مالكش تتدخل في حياته الشخصيه. مفيش حاجه اسمها اني من حقي اقول له صباح الخير اتجوزت طلقت عملتي خلفتي عرفي، مالكش حاجه عنده. ده غريب على صحفيه تقول كده، لان أيوة لأن الصحفيين بيحبوا قوي الحاجات دي وبيقولوا لا دي قضيه راي عام. لا مش قضيه راي عام، لا مش قضيه راي عام، دي قضيه مجتمع مش راي عام. وهتفضل موجوده، بس هم عشان هم مشهورين الموضوع بروز بزياده. يعني انت ضد التدخل في حياه الفنان الشخصيه، يتجوز يطلق هو حر. دي انا لما باجي اكتب خبر بكتب ايه؟ الفنان او الفنان صح؟ يبقى انا اكلمه كفنان بفنه. مظبوط. ما اتدخلش في حاجه زي دي. مظبوط. طب مين حول القضيه دي لقضيه راي عام وقضيه مجتمع؟ مين حولها؟ الصحافه ولا زينه؟ بس انا مش في صفها في اي شيء. انت مش في صفها؟ مش متعاطفه مع الموضوع مع انك ست زيها. ست زيها، بس يعني عشان هي جنت على اولادها. فمش هتعاطف معاها. مش جنت على اولادها ازاي؟ ما يعني ان هي مثلا نشرت الموضوع عملته قضيه يعني. بصي هي ليها يعني كست ليها كل الحقوق تعمل اللي هي عايزاه، بس حرام في اطفال في الاخر ليه تخليهم طول العمر؟ عمر ما القضيه هتتنسي، وعمر ما الاطفال دول كل لما حد يشوفهم يبقى عارف انه عشان كذا. طب ما هو باباهم يعني من وجهه نظرها باباهم مش عايز يعترف بيهم. طب هي كانت ايه التصرف؟ بصي هقول لك حاجه، قانون بتاعك في مصر في بلدك
طالما معكيش ورقه جواز تثبتي انك متجوزه، عمر ما القانون بيرغم لك اي راجل في الدنيا انه يعمل تحليل الدي ان ايه، لان انت ما عرفتيش تثبتي الجواز، فهتثبتي ان في خلفه ازاي. طيب تعالي نشوف وصلنا لحد فين. كقضاء، القضاء بيقول القضاء اصدرت نيابه الاسره بمدينه نصر تقرير مبدئي بيعفي الممثل احمد عز من نسب التوأم عز وزين الدين. القضاء ده النيابه عفته من النسب. اصدرت بدون انه بدون ما يعمل التحليل. ما هو مش هينفع تجبريه، بقول لك القانون بتاعك ما ينفعش يجبر حد يعمل تحليل. ده بره احمد عز وبره اي حد، ده في العموم. ايوه. طيب عموما يمكن يعني كل بنت هتتعلم من ده حاجه، يعني برضو احنا بنتعلم من الحاجات اللي حوالينا انه يعني قسيمة الزواج شيء مهم جدا جدا، صح كده؟ طيب نروح لأخبار بقى. الزميل الصحفي والإعلامي محمد فاروق، عايزين نعرف إيه اللي حصل. أنا اتفاجئت من يومين بصورة محمد فاروق موجودة على الفيسبوك ودماغه مفتوحة من أولها لآخرها قدمات وخبطات ووشه وجسمه متبهدل، وهو يعني كاتب لو دي ضريبة الصحافة وضريبة كلمة الحق يبقى أهلا بالصحافة ومكمل. يعني واضح إنه عايز يقول إن ده حد عشان هو كتب شيء معين، يعني حد بلطجية طلعوا عليه وقالوا له عشان تتعلم الأدب. حد محترم ما افتكرش إنه عنده عداوات توصل للدرجات دي. أمال إيه بقى؟ كل اللي أعرفه عن الموضوع إنه في ميدان لبنان، أنا قريت الخبر زي ما اتصلت بيه 4 مرات ما بيردش، فبعت له مسجات عشان أوصل له ما عرفتش. كل اللي اعرفه انه ناس نزلوا من تاكسي بلطجيه ومعاهم سلاح ابيض ونزلوا له في عربيته ضربوه. بس ما سرقوهوش يا رباب. ما هو ده مش بغرض سرقه، ده واضح ان ده حاجه انتقام. يعني انا ده لو واحد حرامي عايز يسرق، انا تعرضت للسرقه ده حصل لي انا نفسي. بس اخدوا عربيتي وانا كمان واخدوا عربيتي. بس عادي يعني ده حد جاي بينتقم منه. ما افتكرش يعني احنا مش يعني لحد دلوقتي مش عارفين. هو بيقول يعني انا سمعت انه احد رجال الاعمال هو كتب في البلاغ بتاعه انه بيتهم احد رجال الاعمال. ده اللي ما قالش اسمه. في بيان وصلني هو كاتب فيه ده. طب صحته عامله ايه دلوقتي فاروق؟ بصي اللي اعرفه انه خرج من المستشفى لكن هو ما ردش على تليفونه. اعتقد انه بس في ناس رد، لانه يعني اعتقد ان هو محبوب ومعروف في الوسط، فهتلاقي هستيريا التليفونات عليه. فربنا يقومه بالسلامه يا رب ان شاء الله. طبعا احنا يعني بنقول الف سلامه للصحفي والاعلامي والزميل الانسان الجميل جدا احمد فاروق، بنقول له الف سلامه محمد فاروق، وان شاء الله ترجع بالسلامه ويبان ده حصل ليه. هتسمعي ايه بقى؟ سالت نفسي كتير ولا قلبي عشقها؟ حددي موقفك. خلي قلبي عشان نفرفش الناس شويه، بلاش كفايه عليهم جرعه النكد كفايه. طيب الأسئلة على 1053 وعلى صفحة نغم أف أم بالعربي أو بالإنجليش. ابعتوا لي الأسئلة الفنية اللي حابين تسألوا عنها للصحفية رباب إبراهيم، هي ضيفتنا النهاردة في شارع الفن. معاكم على الهواء أميرة نور، في انتظار تليفوناتكم ورسائلكم. مكملين شارع الفن على نغم أف أم 105.3، هو ده الراديو. رقم الرسائل 1053. ضيفتنا هي الفنانة، ضيفتنا الإعلامية. بقيتي فنانة خلاص. بقيتي فنانة يا رباب، أشوفك بتمثلي يا رب. لا ما بحبش تمثيل خالص. ما فكرتيش خالص؟ لا. ليه بقى؟ ما انا شايفه انا موهوبه في حتتي، في الصحافه، في الدعايه. ده خلى دياب بعت لنا بيقول رباب يدل ان الاسم ممشوق القوام، فمش عارفه هو قاعد معانا في الاستوديو. كنت معانا ولا ايه؟ انت عارف معنى اسم رباب اصلا ايه؟ ايه معنى اسمه؟ السحاب الصافي الابيض قوي. الله، السحاب الابيض الصافي. جميل. طيب عايزين بقى نعرف اخر الاخبار، وشهر رمضان في مسلسلات ايه وهيحصل ايه؟ بصي من مسلسلات رمضان برضو ما بيصوروا اليومين دول في مدينه، في مسلسل اسمه اوراق التوت. ده بطوله صابرين واحمد ماهر وكمال ابو ريا ومحسن محي الدين. ده من اخراج استاذ هاني اسماعيل، والمنتج الدكتور ماجد العبيد. هم شركه سعوديه، هم بيصوروا هنا في المدينه. يعني انا حابه المسلسل ده. المنتج يعني انتاج سعودي؟ تمام. لا بس ليهم انتاج كتير، يعني مش اول مره يعملها. بس انا عاجبني المسلسل كشكل وكمضمون وكديكور وكل حاجه. هم بيصوروا جزء هنا في مصر والباقي هيصوروه في الهند. الله، فده من الحاجات اللي ده حاجه كويسه. طب هيبقى في ممثلين هنود؟ لا في مصري تركي مصري هندي سعودي ايه؟ لا في من سوريا صفاء سلطان. طب كويس. يعني فاهمه في بس حلو موضوع انه يصوروا جزء في الهند ده تغيير. المسلسل ده من تأليف أيمن سلامة. جميل. أنا حابة المسلسل بيدي صورة كويسة عن الإسلام بشكل حلو. الله،
طب كده بسطتيني بقى. انا حباه وحابه توقيته وحابه رسالته، لانها مش حاجه انت متعوده على الافلام المسلسلات التاريخيه بقى ايمن سلامه دلوقتي لانه لا بجد، لان احنا الفتره دي احنا عمالين نقول كل شخص عليه مسؤوليه تجاه مصر، فدي برضو من ضمن مسؤوليات المؤلفين انك توضح صورة الاسلام الصحيحة من خلال عمل تلفزيوني معمولة بطريقة كويسة. انت واحنا صغيرين كنا نتفرج على المسلسلات التاريخية او الاسلامية كنا بنتعقد بقى والاداء وتحسي ان انت قاعدة مع ابو لهب وبتاع. لا دي فيها حاجة حلوة. هيبقى باللغة العربية ولا هيبقى لغة عامية؟ لغة عربية والله. فمعمول مجهود فيه جامد في البروفات. اوراق التوت. طب يعني بيتكلم عن اي حقبة؟ يعني الفترة قبل ظهور الاسلام، من قبل ظهور الاسلام. مش الفترة اللي احنا فيها. لا خالص مالناش علاقة. ما فيهوش اسقاطات جو الاخوان والكلام ده. لا خالص مش ده. لا برضو ايمن كنا عايزين مسلسل يتكلم عن الفتره اللي احنا فيها دي ويصحح صوره الاسلام. ايوه انا عايزه اقول لك من المؤلفين، يعني السنه اللي فاتت انا كنت بتفرج على مسلسل اكسلانس وقعدت تبعتها على اليوتيوب بعدها كان بيخليني اعيط. اخر حلقه فضلت اعيط وكلمته قلت له منك لله. يعني قال لي لا قولي لي بجد. قلت له والله عجبك. لا مكتوب حلو. لا هو ايمن طبعا بنحيي ايمن سلامه، كاتب رائع، ومبروك المسلسل ان شاء الله. وحشتنا المسلسلات التاريخيه وحشتنا المسلسلات اللي باللغه العربيه الحقيقه. في حاجه تانية، اللي عامل الديكور المسلسل ده استاذ عادل المغربي، وهو كان عامل سرايا عابدين. انا متابعه حاجته لدرجه طلعت السي في بتاعه انا اتخضيت. يعني الراجل ده بيعقدني من الديكورات بتاعته. هو عمل ديكور المسلسل ده، بس في الفتره الاخرانيه دي في حاجه تانية مهمه، انه شركته دخلت مجال الانتاج السينمائي، وعامل حاجه انه افلام الميزانيات بتاعتها متوسطه، كل اللي هيبقوا فيها شباب والنجوم الصف الثاني، وهيطلع فيها مؤلفين ومخرجين اجيال جديده مختلفه. محتاجين احنا عندهم فيلم يعني خلصوا منه فيلم اللي هو فزاع بتاع هشام اسماعيل اللي كان عامل شخصيته في مسلسل الكبير قوي. ده نازل قريب واتمنى له التوفيق. مبسوطه انه يعني الفتره الاخيره بالذات السينما محتاجه ده. طيب بالتوفيق ان شاء الله، ونشوف دايما بنقول مخرجين وممثلين عليهم دور كبير جدا. طيب هنسمع سألت نفسي كتير، تمام، واحده كده واحده كده. وبعدين هنروح نعرف اخر اخبار المخرج خالد يوسف، لان رباب يمكن اشتغلت مع خالد يوسف كتير في الدعايه، ويعني بتعرف عنه تفاصيل كتير، عندك اخبار كتير عن خالد يوسف، فهنعرف بقى ايه حكايه خالد يوسف مع الانتخابات، افلامه اللي جايه ايه، بس بعد ما نسمع سألت نفسي كتير. سألي نفسك كتير؟ الخير اكتر ولا الشر؟ ما انا ما بعرفش الاجابه في الاخر. زي احمد سعد بقى. لو وصلت لو لقيت نفسي منهاره وبعيط بعرف ان انا الاثنين. بصي كل واحد فينا جواه الاثنين، واللي بيظلم ما بيبقاش عارف انه ظلم وبيحس انه اتظلم بس. صح، كلنا مظلومين وكلنا ظلمه. يلا بينا. في اغنيه كده لها توفيق بجد. طيب مكملين شارع الفن على نغم اف ام 105.3. هو ده الراديو. ضيفتنا هي الاعلاميه والصحفيه رباب ابراهيم، وقلنا قبل الفاصل ان احنا هنتكلم اللينك ده عن خالد يوسف والاعمال اللي بتنتظر الفتره اللي جايه وموضوع الانتخابات. بصي هو الفترة دي عنده تكريم في مهرجان الأقصر. المهرجان السنة دي الإدارة قررت من يوم 16 ليوم 21 مارس هتكرم 3 شخصيات، أستاذ خالد يوسف وليلى علوي، وهتهدي درع طلعت حرب المهندس نجيب ساويرس. اتمنى له التوفيق في الانتخابات وكل حاجه. انا ما بحبش السياسه، ماليش فيها ولا انا. يعني انا كنت حباه، يعني هو شايف انه يقدر يدي، عنده طاقات ويقدر يدي في مجال السياسه، فربنا يوفقه. وهو كان في السينما وافلامه اضافت كتير للسينما. بس مش شايفه انه يعني خالد يوسف مع الانتخابات ومجلس الشعب اخدته هياخدوا من فنه شويه، اخدته شويه. واتمنى، انا ما اعرفش يعني، ما ربنا يكرمه ان شاء الله وينجح في المجلس، هل هو هيقدر يوفق ما بين الاثنين؟ اتمنى له التوفيق يعني، يا رب. اشكره جدا. يعني هو من الناس، انت قبل الفاصل قلتي ان انا بره الصحافه، انا اعرفه من الناس. انا في 2 بحب اعترف باي حد وقف جنبي او بفضلهم عليا. استاذ خالد من الناس دي. يعني انا اشتغلت في افلام وفي مجال الدعايه من سنه 2005، كان فيلم ويجا ده اول حاجه اشتغل فيها. بشكره طبعا، اتعلمت حاجات كتير تحت ايده وما اقدرش انكر فضله في اي حاجه علمها. الحاجه الثانيه كامل ابو علي. ده برضو من الناس اللي اعتبرها هو راجع مجال السينما تاني. كان فتره اول ما نزل
سوق السينما انت عارفه وقف شويه في الكام سنه بتوع الثوره. اما نزل فيلم الجزيره وفيلم الفيل الازرق في انفتاح، كانت الضوء ان الناس ترجع السينما. انا مبسوطه نجاح فيلم الفيل الازرق عشان مستر كامل جدا. هو داخل مجال السينما تاني الفتره اللي جايه. اول فيلم ليه الفتره اللي جايه هيكون بتاع عمرو سعد، اعتقد في اوائل ابريل هيعملوه. طب كويس، لان عمرو سعد كان زعلان، كان في موضوع فيلم حديد وحصل فيه عمرو ممثل موهوب جدا، فكان زعلان. فيعني بصي هو ملوش ذنب، هو السوق نفسه كان كده. لكن هو على فكره فيلم حديد كان حلو قوي. وفي ناس بتقول لك كانت ظلماه لانه انتاج السبكي فهيبقى فيلم مش عارف. لا بالعكس، اما انا دخلته. احنا كنا لسه عاملين حلقه عن افلام السبكي من كام يوم. بس هكمل لك انا مستر كامل بس عشان ما احبش انسى ده. انا في مجالي انا بشتغل في تصميم الافيشات. اشكره لان اول افيش في حياتي عملته واول حد وقف جنبي كان هو، واداني مسؤوليه افيشات شركته. تعالي بقى، طيب طالما انت اتكلمتي عن تصميم الافيشات نتكلم عن سرقه تصميم الافيشات. ايه حكايه ان احنا بنلاقي الافيش المصري وجنبيه افيش اجنبي هو نفس الشكل؟ ده ليه بقى الشركات اللي بتعمل كده؟ ده واحد عنده فلس فكري. ده كتير قوي. لا بصي هقول لك حاجه. لا بيبقوا بالتحديد معروفين. انا لا يمكن يطلع من عندي افيش زي ده. يوم ما اعمل حاجه زي دي اروح اقعد في بيتنا لان ما عنديش دماغ افكر. اصل دلوقتي هم بيعتبروا ان المصريين دول ما بيشوفوش حاجه. لا بالعكس، يعني احنا بنتفرج على كل الافلام العالميه فازاي نلاقي افيش اللي يتعامل مع المشاهد او الجمهور انه واحد مش عارف حاجه، تبقى انت اللي ما تعرفش حاجه. انت اللي جاهل. عندك انت في ثانيه الغلطه بتطلع لك على النت على طول. مزبوط. ايه الغلط؟ مظبوط. فانا الحمد لله يعني ما ينفعش تجيبي لي فيلم مصري. ما سرقتيش افيش يعني خالص؟ والله العظيم عمري ما عملتها. طيب تمام. نرحب طبعا باصدقاء البرنامج اللي موجودين معانا دلوقتي: سما اسلام، سامح الديب، محمد سمير، شتيوي المطيري، احمد رزق، وشمس محمد الواد الروش، حلو الاسم ده، وابتسام محمود، وكمان محمد بيبو، واحمد جعفر كبو، مصري بلدي، احمد فضل، علاء كمال، برنس ميدو، اماني وافي، سعيد سابي، احمد ومروه وهيمه ومصطفى وعبد الله وشيمه ودينا وحسن وتاتو. كل دول موجودين معانا على الفان بيج دلوقتي. وفي اسئله كتير ليكي، في عايزين يعرفوا جريني وعايزين يسمعوا جريني. وفي كمان بيسالوا عايزين اسعد المطرب بيقول لي عايزين اغنيه على ذوق ضيفتك الجميله. اصلا كل الاغاني اللي مختارها النهارده انت مش شايف عماله بتعمل ايه في الرجاله النهارده. في كمان اسئله كتير. طيب تمام، احنا شفنا الاسئله اهو، هنجاوب عليها كلها. حاضر. برنس ميدو بيقول لك ميدو يتحدث رباب منوراني، صحفيه جميله. واضح ان في ناس يا رباب متابعاكي اصلا بشكل جامد جدا، كلهم عمالين يسلموا عليكي كتير يعني. الحمد لله، ربنا يحبب فيك الناس وكمان كتير على الفيسبوك. طيب هنختار الاغنيه دي اهداء لكل البنات. رباب اللي اختارتها نانسي عجرم يا بنات، ونرجع نكمل أخبارنا الفنية والكواليس الفنية اللي حصلت الفترة الأخيرة في المجتمع الفني. ضيفتنا هي رباب إبراهيم في شارع الفن على نغم أف أم. مكملين شارع الفن على نغم أف أم 105.3، هو ده الراديو. ضيفتنا هي الصحفية والإعلامية رباب إبراهيم. كل الكواليس الفنية والأخبار الفنية بنعرفها حالا مع رباب. هنتكلم عن إيه بقى يا رباب اللينك ده؟ بس بما إن عمال يجي لك مسجات كلهم عايزين مطربين، بس عاملة لك أنت نفسك مفاجأة. أنا مفاجأة يعني جايبة لك أخبار ألبوم نادر نور. لا والله ما تقوليش، أنا ما أعرفش تصدقي. لا أنا لازم أجيبها لك يعني. هزاري. أنت في بيت جوزك عادي، فعادي إحنا نكلم أخوكي ونجيب أخباره. قولي لي بقى ايه اخبار البوم نادر نور عشان عايزه اعرف. والله اتاخر شويه في نزوله عشان هو نادر هو اللي انتج الالبوم. ايوه. وهو عامل 14 اغنيه، مش كلهم من الحان، وتعاون مع ناس تانية كتير. ومن الشعراء اللي تعاون معاهم خالد تاج الدين. انا طبعا بعشق صديق عمره. لا انا بعشق خالد تاج الدين جدا، كلماته كلها بموت فيها يعني. ايوه. في الوقت الحالي هو بيعمل سيشن التصوير وشغال على اختيار اغنيه، لسه ما حددش هيصور انهي اغنيه. وهينزل امتى؟ شم النسيم. انت عارفه تعرفي حاجه تانية؟ لا تمام كده كويس قوي. طيب عايزين طبعا، يعني انا بقول لنادر كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاده. عيد ميلاده كان امبارح. عارفه يا نادر انا هختار اغنيه الوش الثاني. انا هفكرك بيها، انت ما سجلتها في الاستوديو، دي كانت معموله عشان انا. الوش القلبه الثانيه بتاعتي. طيب احنا يمكن برضو الفتره اللي فاتت كان في مشكله على برنامج للهضبه عمرو دياب، فعايزين نعرف ايه الحكايه دي، يعني برضو وصلت لايه. انا مش قابله ممدوح موسى جمله وتفصيل. لا ايه اللي حصل؟ بصي اقول لك حاجه.
ما ينفعش. اوكي احنا جيل التسعينات شفنا ممدوح موسى في زمن التسعينات احنا كنا بنعتبرك الصندوق الاسود المطربين. ما ينفعش لما تيجي دلوقتي بعد 15 سنه تطلع لي بنفس الاليات ونفس طريقه ونفس، انا ولا شايفه البرنامج ديكور ولا اي حاجه، انا حاسه ان انت راجع على اسم عمرو دياب. انت بتتكلمي من وجهه نظر الجمهور ووجهه نظر انا كمان الإعلامي. دي وجهه نظري انا، ماليش علاقه بقى هي جمهور هي صحافه، هي انا شايفه ده. حطيني من الجيل اللي كان موجود. فورمات البرنامج قديم مثلا تقصدي كده؟ اولا بصي، انا كمهنيا مش حابه الماده لسبب. انت في التوقيت ده كنت من اصحاب عمرو، ينفع انت صاحبتي تصوريني من غير ما تستاذنيني تطلعي صوري؟ اكيد لا. يعني يعني ازاي تسمحي تصوريني جوه عمليات؟ حتى لو انا صاحبتك في الوقت ده وافقت لك لازم تاخدي تصريح اذن مني. وما ينفعش طول الحلقه بتقدمي لي عمرو وهو في المستشفى. على فكره عمرو حين يرزق وموجود معانا وحضرنا له 5000 حلقه بعد العمليه دي. ما ينفعش تبقى الحلقه كلها صعبانيات وقلبنا بيتقطع. انا ما اتاثرتش، الموضوع قلب معايا كوميديا هستيريا الضحك وحياه ربنا. خصوصا يعني الموضوع متاخر بعد سنين طويله، يعني مش يعني بصي اقول لك حاجه، عمرو دياب كان ممكن هو عمل برنامج الحلم، كان ممكن لو انت عايز تديله الحاجه عايز تديله ماتيريال جزء منها، لكن انت شلتها، انت عايز تطلع على الاسم ده. بعد ما الحلقات دي تخلص اوكي البرنامج هيكمل مع نجوم تانية، بس الناس ناسيه ما تعرفش ان البرنامج اسمه مفاجاه. الناس كلها بقت بتقول ايام في حياه الهضبه. انت بعتي وسوقتي باسم عمرو دياب. هو بدا في الاول بيه بس لا، وبعدين ما ينفعش طول الوقت بتصدري لي عمرو دياب واخويا وحبيبي. اخويا حبيبي ايه؟ اخويا معترض. اخويا من قبل ما يتذاع البرنامج يعني معترض اصلا، واتعمل يعني في انذار رسمي بيه. فانا مش حابه البرنامج. الناس بصي بتحب تشوف صوره الفنان بتاعها في احسن وقت، ما بتحبش تتوجع عليه في شيء. خصوصا ان ده برنامج مش بيتكلم، يعني كان ممكن يعمل برنامج عن تاريخ عمرو دياب بقى كله من اوله لاخره. لا ما ينفعش يعمل عن تاريخ عمرو دياب. وبعدين ما خلاص احنا اتعمل الحلم، وعمرو اسطوره محطوط في حته لوحده. هو اصلا وما ينفعش كان يبقى بالتعاون مع عمرو دياب كمان، زي ما بيتعمل مثلا مسلسل سيره ذاتيه اتعمل مثلا مع فارق المقارنه الكبير جدا. ده جيل وده جيل. الفنانه صباح اتعمل مسلسل شحروره وهي على قيد الحياه بموافقتها وكانوا سماحه قعدت معاها ما اشتغلتش على حاجه واعلنتيها قبلها بكام يوم، يعني ما فيش حاجه اسمها كده. هي فكره يعني كمان ان عمرو دياب وجه انذار قبل اذاعه البرنامج ومع ذلك برضو البرنامج لا هم كملوا عادي مفيش مشكله عادي يكملوا، بس في النهايه يعني انا اعتقد ان الاجر اللي اخده ممدوح موسى من الMBC هيدفع اضعافه في القضيه. وغير ده يعني انت مش البرنامج انا ولا ديكور ولا يعني ما فيش حاجه الواو. انت عندك ماده اوكي تملكي ماده اهلا وسهلا بيكي، توظيفها صعب. الوش الثاني اهداء لرباب ابراهيم من نادر نور، بس من كذا سنه ايوه كده من كذا سنه. هنسمع نادر نور ونرجع نكمل مع رباب ابراهيم واخر الاخبار الفنيه والكواليس الفنيه في شارع الفن على نغم FM. مكملين شارع الفن على نغم FM 105.3. هو ده الراديو. ضيفتنا هي الإعلامية والصحفية رباب إبراهيم. رباب، بما إننا يعني اتكلمنا من شوية عن السبكي، وأنا يمكن كنت عاملة حلقة من يومين استفتاء كده من الجمهور رأيهم إيه في أفلام السبكي ويدوه يعني يدوا له كام من 10 في الأفلام. وفي آخر حلقة أنا قلت إنه يعني السبكي يعني ليه أفلام وأفلام، بس في أفلام إحنا مش راضيين عنها، فبالتالي عارفة حاجة يعني عملت شكل حوالين الاسم احنا زعلانين، يعني عارف في حاجات كانت زعلانه، ومشكلته طبعا مع محمد صبحي. لكن شفت انا يعني رساله من السبكي كانت منشوره على اليوم السابع، كان بيقول ان هو في رد على وزير الثقافه انه هيقدم افلام الفتره اللي جايه بشكل مختلف وعايز دعم من الدوله. هقول لك لا هقول لك ايه بقى بصي اولا او ايه حكايه احنا اتفقنا واختلفنا على السبكي، فهو منتج موجود ايا كان الماده اللي قدمها، بس احترمه جدا في جزئيه انه ال4 سنين بتوع الثوره توقف كل المنتجين. الوحيد ما كانش لو كان وقف انتاجه ما كانش عندك صناعه سينما، كانت وقعت. ما احنا قلنا دي الحاجه اللي اشكره فيها. ما احنا قلنا يعني تمام صناعه سينما مستمره، بس يعني ما نروحش ناهت الذوق العام. بصي ما انت مجتمعك شرايح ومجتمعات وفئات مختلفه، هو عارف هو الفيلم ده بيتقدم لاني جمهور، فاهمه؟ فهي دي وجهه النظر. هو يملك خلطه التوابل بتاعه الجمهور دول، بدليل ان افلامه بتحقق نجاح. سواء بقى انا قبلتها، انا ما بدخلش الافلام لان انا مش عايزه اتفرج على بلطجيه، مش عايزه اتفرج على رقص، مش طبيعتي. كل واحد غيري بيحب ده، فاهمه؟ هو مش موضوع. بس في الفتره الاخيره لازم اقول ان في فيلم حديد ورجاتا انا ما شفتهم، مش انتاج السبكي نهائي، يعني بعيد عنه.
خالص. بس الاعلان كان شكله مش حلو. الاعلان اتصدر، الاعلان الاولاني اداكي الايحاء ده. تاني اعلان كان مظبوط، فالاولاني ظلم فيلم ريجيتا، التاني كان تمام. الاعلان ادانا ايحاء انه الفيلم ليه شكل مختلف عن هو في رد استاذ محمد السبكي. انا عرفت ان هو كان في سياده الوزير الثقافه كان مع مجدي الجلاد، واتكلم عن السينما وعن افلام السبكي ان هو يعرضوا عليه روايات وحاجات يعملها. فالسبكي شايف انه اوكي، هو بيمد ايدين التعاون هو كمان، وبيشرفوا التعاون ده حسب التوجه العام الموجود في مصر. ده كان الرد. ده الرد. تمام. لسه بقى هنشوف هيحصل ايه الفتره اللي جايه. احنا طيب عندنا كان في خبر عن شيماء الشايب. عايزه اقول لك شيماء دي بنت فاطمه عيد. ايوه. كانت بتغني وهي صغيره. يعني انا عايزه اقول لك ان منتج ريتشارد الحاج الصبح بيقول لي بكره هتشوفي دي من احسن الاصوات اللي موجوده في مصر. جميل فعلا. واحنا صوتها حلو. هي استضافها الاعلامي محمد الغيطي هنا في هي والفنانه فاطمه عيد، طبعا بنوجه لها تحيه في البرنامج الشارع المصري. بس هي ليها البوم وهم شغالين عليه وهينزل قريب ان شاء الله. قريب. تمام. عندنا اخبار ايه تاني؟ انا بصي في حاجه انا دايما على الفيسبوك مستغرباها، بس طبعا انت هتقعي ضحك. ايه هي؟ انا مستغربه هجوم الناس على سما المصري. سما المصري. اوكي. سما المصري مرشحه نفسها لمجلس الشعب. هي حرة. انت مستغربه هجوم الناس على سما المصري؟ ما هي حرة. انت ليك الحق تقول يا روح انتخبها يا ما انتخبهاش. اوكي. هي الست ما ضحكتش عليك، ما طلعتش يعني اتفزلكت وكلمتك في السياسه قالت لك وانا الست معترف انا بغني وانا برقص، هتعمل ايه تاني؟ دي كان ليها موقف سياسي واضح. لا انا المناظره اللي اتعملت هي ورجب بلال حميده واستاذه اشجان، لا ده مهزله. او انت مش عاجبك ما تحضرش معاها من الاول. لا انا كنت بضحك لاني بتفرج على فيلم الراقصه والسياسي، يعني عاملين كده ايه ده. والقناه الفضائيه اللي كانت عملتها من فتره لا يعني كان شكلها غريب، يعني كان في حاجات غريبه. ما هو بصي يا رباب، عايزه اقول لك على حاجه، لو كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه يبقى احنا بقى في الاخر ما حدش بيخاف على مصلحه البلد دي. طالعه من انا عندي ايه؟ طب ما انا كمان اقرر ان انا هرشح نفسي لمجلس الشعب يا جماعه. خلاص وانا هنتخبك او لا هقدم ايه؟ بس انا هتيجي تقولي البرنامج هلاقيكي ضايعه هقول لك شكرا. بس فما ينفعش اقعد. يعني هي عندها برنامج؟ طيب عندها برنامج. هي قالت كام جمله انها شايفه انها الستات اللي عندهم بتاخد معاش جوزها فبتتجوز في السر عشان المعاش ما يروحش منها. هي شايفه ان دي قضايا المراه. اوكي. يعني جوزها بيموت فواحده بتاخد المعاش ما تعرفش تتجوز واحد تاني فتتجوز عرفي في السر عشان معاشها ما يروحش منها. ما هو البيل اللي جاي هيتجوز جديد ده مش المفروض ان هو يصرف بالموجود فيها تصرف عليه حاجه كده. طب والله قضيه، يعني هي قضيه مهمه طبعا، ما حدش يقدر يتكلم. بس من مرحله يعني مش عايزه اقول لك، مش عايزه اقول معتمده على المطلقات والارامل يعني مثلا فتره ولا هي تشتغل على قضيه المراه بقى. انا ما اعرفش انهي مراه بالظبط. تمام. اوكي. تمام. يعني فما هو ده بصي ده ناتج المجتمع اللي انت فيه. هي دي الصوره النهائيه اللي موجوده. رباب شرفتينا في شارع الفن، بشكرك جدا جدا. وسمعنا اخبار كتير ولسه الاخبار مستمره ومستمره. عندنا حاجه تانية عايزين نختم بيها في انت كنتي هتقولي لي على تفاصيل مسلسل كريم عبد العزيز الجديد. انا حابه المسلسل ده. انا السنه اللي فاتت تابعت وائل عبد الله، هو منتج. وائل عبد الله قدم مسلسل مع احمد عز. ايوه السنه اللي فاتت عمل اكسلانس. انا كان عاجبني جدا، حابه التصوير جدا. هم السنه دي عامل وش تاني. هم قريب هيسافروا ويصوروا في الغردقه. كويس. هنبتدي نصور في مصر. يعني هنصور في مصر كتير. لا في امان وفي يعني سهل جدا يروحوا وبتاع. يعني مصر مليانه اماكن بجد تحفة. الواحد لما يشوفها يبقى مش عايز يسافر بره. فيعني برضو ده جزء من دعم السياحه، ان الناس تحس انه البلد بخير. يعني بص اقول لك حاجه، اليومين دول انا المؤتمر الاقتصادي احنا ما اتكلمناش عنه، ده حاجه مهمه جدا ما ينفعش تفوتنا. في كميه تامين في البلد غير عاديه. ده حقيقي. والناس خلاص المصريين بقوا يتعاملوا مع القنابل دي على انها بومب العيد، مش فارق. والله العظيم انا بموت من الضحك. الناس اللي بتاخد القنبله واللي بيشوطها برجله زي الكوره واللي بيشيلها ويطلع يجري. وفي فيديو كوميدي بيموتني واحد بيقول له انت يا جدع اللي سرقت القنبله. سرق ايه؟ واخدها وبيجري وراه. يعني انا بصي شعب يعني ان شاء الله المؤتمر يمر على خير ويكون مؤتمر ناجح ومصر دايما في تقدم يا رب. رباب بشكرك. ميرسي جميله رباب ابراهيم، بشكرك نورتينا في شارع الفن. عايزه قبل ما اختم بس اسلم على صديقاتي الجمال ندى ومريم وحسنه، هم بيسمعونا دلوقتي، بقول لهم مساء الفل. وهنسمع اغنيه لعمرو دياب عشان خاطر كل اللي بيحبوا عمرو دياب وعشان خاطر رباب هذا الجميل. بدانا بعمرو دياب وهنختم بعمرو دياب. بحيي طبعا كمان امل
امل عبد الحكيم وبنحيي مين كمان؟ وياسر كل فريق العمل. بشكركم جدا جدا كل مستمعي نغم اف ام وشارع الفن. بعد شويه هيكون معاكم الزميل احمد الشناوي في برنامج شعبي الحبيب، انتظروه. وبكره ميعادنا وحلقه جديده من حلقات شارع الفن. بكره بقى مواهب شارع الفن. بتتابعي مواهب شارع الفن ولا لا؟ لازم تركزي. ايوه، لان عندنا مواهب جامده جدا في شارع الفن والله في كل المجالات، بس اللي تتوظف صح. بشكركم ونسمع عمرو دياب علم قلبي الغرام. باي باي. كنت معاكم أميرة نور.